سوف يرفرف الموت بجناحيه على كل من يقترب من المكان. بمجرد ما تقرب من المكان هيحصل لك لا قدر الله كارثة بين موت وانتحار وذهاب للعقل ومصايب تانية كتير. اتقال ان الموت الجماعي ده صدفة، واتقال انه بسبب لعنة محدش من العلماء عارف يفسر تفسير علمي واضح ليها. أقاويل كتيرة قالت ان سبب اللعنة جن وسحر، لكن الحقيقة محدش عارف يوصل لها بشكل قطعي وصريح. تعالوا ندردش مع بعض ونعرف ايه قصة اللعنة اللي بتصيب كل اللي بيقرب من الساكنين تحت التراب في توابيت مقفولة. أنا محمد فرج، ويا رب أكون ضيف خفيف على قلوبكم في حياة زمان. المقابر الجماعية اللي خلدت لعنة الفراعنة وأكدت وجودها في وادي الملوك، واللي بيعتبر أكبر اكتشاف أثري مر على مصر. المكان ده شهد كتير من الروايات، أكتر من 63 مقبرة مكتشفة، أهمها طبعا مقبرة توت عنخ آمون، واللي دار حواليها حكايات عن لعنة الفراعنة وكتير من المغامرات والإثارة اللي هتشوفها في المكان، بداية من وفاة 40 شخص من اللي شاركوا في اكتشاف المقبرة سنة 1922، وكانت الأسباب تافهة جدا. من أول شخص اكتشف وادي الملوك سنة 1799 علماء من الحملة الفرنسية رسموا خرائط مفصلة لكل المقابر، كما تم اكتشاف الوادي الغربي بوادي الملوك لأول مرة. ونتيجة للاكتشاف ده العالمان جولوا ودوفيليه اللي عرفوا يحددوا مقبرة امنحتب الثالث. كمان علماء الحملة الفرنسية أخرجوا مجلدين كاملين وصفوا فيه مدينة طيبة والمنطقة المحيطة بيها، وده كان ضمن عملهم الموسوعي لوصف مصر. وفضلت بقية البعثات الاستكشافية مستمرة في التنقيب والبحث، وفي 8 فبراير سنة 2006 المجلس الأعلى للآثار أعلن نجاح فريق بحث أمريكي من جامعة منفيس في اكتشاف مقبرة كانت بتعود للعصر الفرعوني، مقبرة 63، ودي كانت أولى الاكتشافات بوادي الملوك من وقت اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922. ليه الفراعنة اختاروا الوادي ده تحديدا؟ اتقال كلام كتير عن قصة اختيار الوادي ده انه يكون مكان لدفن الملوك، لكن الأكثر شهرة من القصص دي ان تحتمس الأول ثالث فراعنة الأسرة ال18 كان عايز يختار قبره في وادي منعزل خلف صخور طيبة، وده عشان يحفظ جسده من امتداد أيادي اللصوص. ساعتها قال للمهندس أنيني وطلب منه يختار المكان بعناية، وأشار إنيني للمهمة دي واللي كلفوا بيها ملكه في النصوص اللي دونها على مقبرته، فقال: أشرفت وحدي على اختيار المقبرة الصخرية لجلالة الملك تحتمس الأول دون أن يراني أحد أو يسمعني. طب ليه القدماء المصريين كانوا بيفكروا في المقابر بطريقة فلسفية؟ أقول لك يا سعادة البيه ويا ست هاني، كانت المقبرة عند القدماء المصريين صورة مصغرة للعالم الآخر، سواء بقى حفرت في الرمال أو بنيت بالطوب اللبن أو الأحجار أو نحتت كمان في الصخر. كان الهدف من إعدادها هو تحقيق فكرة دينية، وهو إن المتوفي بيقوم برحلته الجنائزية من المعبود الشمسي في المركب واللي بيوصله للعالم الآخر. اترتب على الكلام ده إن المقبرة كانت بتتقفل بإحكام واستحالة تتفتح أبدا بعد مواراة الجثة وإتمام مراسم الدفن، وعشان كده كان يهالي الرديم والأتربة والأحجار على مدخل المقبرة لإخفائها تماما. ولنفس السبب كانت بتترسم على جدران المقبرة ابتداء من مدخلها وعلى سراديبها ودهاليزها وقاعة الدفن الرسوم والنقوش اللي بتتعلق بالعالم الآخر بجميع أجزائه وسكانه. إيه بقى قصة لعنة الفراعنة؟ لعنة الفراعنة بتشير للاعتقاد بأن أي شخص بيزعج أي موميا، خصوصا لو كان فرعون، فهتصيبه اللعنة، يعني هتصيبه. واللعنة دي ما بتفرقش بين اللصوص وعلماء الآثار، صحاب النية الحسنة والحظ السيء. ناقش كتير من الكتاب في الأفلام الوثائقية اللعنة الناجمة عن أسباب علمية لتفسير اللعنة. قالوا إن البكتيريا المتخزنة داخل المقبرة بتخرج مرة واحدة تلقي كل سمومها على كل المحيطين داخل المكان، أو حتى الإشعاع غير المرئي المخزون فيها. لكن رغم كده في الثقافات الأوروبية قالوا إنه لتحول من السحر للعلم. وانتشار اللعنة المصرية ظاهرة ثقافية فولكلورية المصريين فيها رافضين تحويلها للجانب العلمي. بدأت أسطورة لعنة الفراعنة من وقت لما تم فتح مقبرة توت عنخ آمون، وأول اللي لفت انتباههم نقوش بتقول: سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك. العبارة دي اتوجدت منقوشة على المقبرة
واللي بعدها تم اكتشاف سلسلة كبيرة جدا من الحوادث الغريبة بدأت بموت كتير من العمال القائمين بالبحث في المقبرة، وده اللي حير العلماء وخلى كتير من الناس بيعتقدوا في لعنة الفراعنة، ومن بينهم علماء الآثار اللي شاركوا في اكتشاف حضارات الفراعنة، وهي إن كهنة مصر القدماء صبوا لعنتهم على أي حد بيحاول نقل الآثار دي من مكانها. واتقال إنه حصل عاصفة رملية قوية حوالين قبر توت عنخ آمون في اليوم اللي فتحوا فيه المقبرة، وشافوا صقر بيطير فوقيها، ومن المعروف إن الصقر هو أحد الرموز المقدسة عند المصريين القدماء. هل بقى الملك هو مصدر اللعنة نفسها؟ إزاي 40 عالم وباحث ماتوا بسبب توت عنخ آمون؟ ده السؤال اللي كان بيدور. الملك ملوش أي قيمة تاريخية، وربما إن كان في حكام كتير عملوا إنجازات أكتر منه، لكن اللي عمل ليه قيمة إنه كان بيقود ثورة مضادة على الملك إخناتون أول ما نادى بالتوحيد. لكن من المؤكد إن الملك الشاب استمد أهميته الكبرى من إن مقبرته محدش قدر يلمسها من اللصوص، وصلت لينا بعد 33 قرن سلمى كاملة، وإن الملك توت عنخ آمون هو مصدر اللعنة نفسها، عشان كل اللي جم ولمسوه طردهم الموت واحد بعد التاني، وقال إن الحاجة اللي كانت واضحة هي إن 40 ماتوا. لكن الموضوع الغامض بقى هنا هو إن الموت كان لأسباب تافهة جدا وفي ظروف غير مفهومة، ومحدش من العلماء قدر يفسرها تفسير علمي واضح. لعنة الفراعنة حقيقة بقى ولا خيال؟ المصايب زادت وبدأ الموت بيطارد الغالبية العظمى، ده لو ما قلناش كل اللي شاركوا في الاحتفال، ومعظم حالات الوفاة كانت بسبب حمى غامضة مع هذيان ورجفة. توفى سكرتير هوارد كارتر من غير أي سبب، بعدها انتحر أبوه من الحزن عليه. لكن الغريب إنه في وقت تشييع الجنازة السكرتير داس الحصان اللي كان بيجر عربة التابوت طفل صغير فقتله، وأصيب كثير من اللي ساهموا بشكل أو بآخر في اكتشاف المقبرة بالجنون، وبعضهم انتحر من غير أي سبب. الموضوع ده حير علماء الآثار واللي فجأة لقوا نفسهم قدام لغز ملوش تفسير. كمان في علماء آثار تانيين قالوا لعنة الفراعنة دي مجرد خرافة، وحالات الوفاة اللي حصلت مش أكتر من صدفة، والدليل إنه هو كارتر نفسه صاحب الاكتشاف عايش وما حصلوش أي حاجة في الوقت ده كمان معظم الأثرياء اللي بيقتنوا بعض الآثار والتماثيل الفرعونية باهظة الثمن تخلصوا منها بسبب خوفهم من اللعنة دي. ولكن الحقيقة اللي بيعتقدها بعض الناس هو إنه مفيش وجود للعنة الفراعنة، بدليل إن المقابر اللي بتتفتح وبيموت فيها الناس برضه بتكون مقفولة لآلاف السنين، فمن الطبيعي إن الهواء بيفسد بسبب بعض البكتيريا اللي قلنا عليها واللي بيستنشقها الناس فبتموت. ناس تانية قالت إن الحوادث والانتحارات دي كانت بسبب الجن، بدليل إن من المعروف عند الفراعنة إن هم كانوا من أقوى سحرة العالم، فمن الوارد إن هم يكونوا دافعوا عن مقابرهم بتسخير الجن عشان محدش يقدر يمسها. إيه بقى اللي إحنا مؤمنين بيه في النهاية في حياة زمان؟ جدودنا وصلوا لتقنيات علمية حديثة جدا من حيث البناء والتكنولوجيا. أيوة، التكنولوجيا اللي أضاءت مصر وكل اللي فيها. في بعض المقابر فيها خدع كبيرة زي خروج أسهم بشكل مباشر من كل الاتجاهات على طريقة الفخ لكل من يحاول الاقتراب منها. مش هينفع نقفل القصة غير وإحنا بنقول اللي مقتنعين بيه بشكل شخصي وأجرنا على الله. المصريين القدماء زي ما بنحب نقول عليهم أكتر من وصفهم بالفراعنة أمنوا بالعالم الآخر والبعث والحساب من رب العالمين، وكان منهم ملايين موحدين بالله الواحد القهار، وإن هم مش كفرة ولا عباد أصنام زي ما البعض بيحاول يروج. وقريب هنكشف ليكم هنا كل الحقائق الخاصة بالهرم الأكبر وأسرار أبو الهول التي لم تنشر من قبل. ما احنا حكاياتنا ما بتخلص. احنا كده النهاردة قلنا كل اللي عندنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. شكرا ونشوفكم على خير.